في حاجة كده لو قدرت تفهمها كويس وتحطها تحت الملاحظة هتبتدي تفهم حاجات كتير جدًا، وتبتدي وقتها تحمي نفسك من الناس اللي ما بتحترمش حدودك. في فخ كده بنقع فيه كلنا، أوقات كتير لما بيحصل مشكلة مع حد أو مع طرف آخر وخصوصًا الأطراف القريبة مننا، أوقات كتير بنتوتر ونبتدي ندوّر في مخنا على سبب ليه أذانا أو ليه اتهجم علينا بالشكل ده. ساعتها بيحصل لك حاجة من الاتنين، يا بتبتدي تبرر له غلطه على حسب معزته وقربه منك، يا بتبتدي تفكر بينك وبين نفسك إنه الحقيقة إن ده اعتداء ما كانش ليه أي لزوم وأنت ما كانش ليك أي دور في الاعتداء ده، ووقتها بس بتبتدي تحاسبه أو تبتدي تخرجه من حدودك. الحتة اللي لازم تلاحظها في نفسك كويس أوي وتاخدها بعين الاعتبار دايما إنك تبقى مراقب تصرفاتك، إمتى بتبرر السلوك البايخ اللي صدر في حقك وإمتى بتشوفه إن ده سلوك لازم نقف قصاده. مشكلة بنقع وهنقع وقعنا فيها كتير جدا. درجة الغلاوة للطرف اللي اتهجم علينا أوقات كتير جدا بتحكم وبتعيد حساباتنا في حاجات كتير جدا. أقدر أقول لك إنك ممكن تتجاوز عن سلوك حد سيء في حقك مرة، مرتين، تالت مرة ممكن تقول مضغوط، لكن الحقيقة إنك لما تلاقي نفسك دايما بتبرر سلوك سخيف صدر ضدك، اعرف إن المشكلة عندك أنت، وإن أنت هتستقبل عدد أكبر بكتير من السلوكيات اللي مش عاجباك من الشخص اللي تجاوز في حقك مرة. الحقيقة إنك طول ما أنت بتبرر سلوك سيء للآخرين، مع العلم إنك ممكن تكون ما بتقبلوش على نفسك وممكن كتير تكون أنت شخصيا ما بتعملش السلوك ده لكن شايفه مبرر للطرف الآخر. معلش أصله عصبي، معلش أصله جاي مضغوط من بره، معلش ومعلش ومعلش، هتلاقي نفسك عرضة لهجوم من التصرفات اللي مش عاجباك. لما يكون في تصرف مش عاجبك وتجاوزت عنه مرة واتنين وتلاتة، الرابعة ما تلومش غير نفسك. هتستقبل عدد لا نهائي من التصرفات السخيفة. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. احمي حدودك، خاف على نفسك، ما تسمحش لحد يضايقك. سلام عليكم.